28/12، يعني يوم الأربعاء القادم يحق لأحمد سيد زيزو التوقيع لأي نادي. يوم الأربعاء الجاي زيزو يوقع لأي نادي. الميزة اللي عند نادي الزمالك خلصت، انتهت يوم 31 يوم الثلاث الساعة 12 بالليل. خلاص زيزو يحق ليه التفاوض علني ورسمي وفهمي ونظمي وفقا لقواعد الفيفا. من هنا تبدأ الحكاية. هل يدخل النادي الأهلي في هذه الصفقة؟ ده سؤال بنطرحه النهارده. طيب زيزو عنده دوري مع الزمالك، دوري مهم جدا، ده آخر سنة. يعني هتقولي زيزو في يناير بقى يمشي؟ لا، هو زيزو عنده لنهاية السنة مع نادي الزمالك. تمام؟ وزيزو يمتلك عرض في الدوري المصري بمنح التعاقد 50 مليون جنيه، يعني مليون دولار. منح التعاقد، يعني منح التعاقد ايه ده؟ يعني حاجة بره العقد. ومش هقول نادي ايه، مش هقول لكم نادي ايه. عنده مليون دولار، 50 مليون جنيه ممكن يدفع بالدولار عادي. دي منحة تعاقد. منحة تعاقد يعني بره العقود. طيب نادي الزمالك في موقف لا يحسد عليه، عنده تجديد مع 5 6 لعيبه كمان. طيب كل الاحداث اللي النهارده، زيزو قاعد مع مجلس الاداره، والده قاعد مع مجلس الاداره، حصل خلاف، والده طلع نفى الموضوع، بقى دخلنا في منعطف مش ظريف. لعيب كبير وانت بقالك فتره بتحافظ عليه، كل يوم بيجي له عروض. طيب هل النادي الاهلي ممكن يدخل في صفقة زيزو؟ سألنا، قال لك لو النادي الزمالك ما جددش لزيزو اخش، وبالمعايير بتاعتي وبالسياسة بتاعتي. لكن ليه لا؟ واي نادي هيخش مع زيزو في مفاوضات، لان مفاوضات شرعية. طيب ايه اللي هيحصل وايه اللي ممكن يحصل؟ معانا كابتن احمد سليمان، طبعا محللنا الفني لبرنامج اللعيب على MBC مصر. اهلا بيك كابتن احمد. كابتن احمد، طيب فالموضوع شائك جدا. الموضوع اصبح دلوقتي ايه اللي هيحصل في نادي الزمالك؟ الكل يتحدث عن الازمه الماليه، مفيش سيوله. طيب ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ علاء حمام طبعا يقول لنا التفاصيل وايه اللي بيحصل في نادي الزمالك. اهلا بيك يا استاذ علاء. اهلا بحضرتك يا كابتن مهيب، وتحياتي لحضرتك ولحضرات الساده المشاهدين. طيب عايزين نطمن ونعرف ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك. والله نادي الزمالك وضع نفسه في ازمه كبيره جدا في موضوع احمد سيد زيزو. نادي الزمالك كان عنده عرض لزيزو من احد انديه الخليج برقم مالي مناسب. وصل ل 8 مليون دولار. مجلس اداره نادي الزمالك تمسك باللاعب وقال احنا محتاجين زيزو يكمل معانا. تمام. واحنا هنجدد له. تمام. التجديد ده ما تمش. طيب استاذنك ناخد كابتن احمد سليمان بس عشان مداخله مهمه جدا، محلل فني لبرنامج اللعيب على MBC مصر. اهلا بيك كابتن احمد. اهلا بيك يا توميت، تحياتي ليك وتحياتي الاستاذ علاء حمام. اهلا بيك، منور الدنيا. نور يا سلام، نور. خلاص البيان اللي اصدرتوه ده يعني في صدى، اتحاد الكره رد عليكم، ايه اللي حصل؟ ايه الحكايه؟ لا للاسف لسه اتحاد الكوره ما ردش، واحنا بعتنا بيانين لغايه دلوقتي، والنادي المصري
قعدنا ارسلنا بيانين لغايه مش واحد. دلوقتي. الو. 2 مش 1. 2 تمام. ارسلنا 2 قبل كده، والاخير اول امبارح. ونادي المصري برضه شفت امبارح هنطلع بيان. ايوه. وزد اعترض على بيانات. يعني في ظاهره عامه في مشكله الحكام في بدايه موسم. هل الحكام ما تأهلتش نفسيا وفنيا ورياضيا قبل البطوله بحيث ان يكون الشكوى عامه بهذا المنطق او بهذا الاسلوب؟ فده كلام جدا عامل قلق. حالات اللي ظهرت عندنا كلها، خصوصا ضربة الجزاء بتاعت محمد حمدي، ومش عايز اقول لك انا رفقت بعدهم، قعدت معاه 3 ساعات بعد الماتش، ومشيت معاه لغايه المستشفى. كمان يعني التقارير ديت كلها سيئه جدا، والناس قالوا لو كان كمل المباراه كان ممكن يحصل انفجار في الرئه. يعني بشكر يا ساتر يا الدكتور رب. اسامه على لان في كميه هواء مش كتير قوي دخلت الصدر. وكلنا شفنا على السوشيال ميديا من جميع الاتجاهات الفاول ازاي، والخطوره. حارس مرمى الجيش ومد رجله قبل مع اللاعب وجت في صدره وفي كتفه، والضغطه الصعب اللي سقطها. وانا مش عارف يعني حتى طب هل في يعني في تواصل مع المهندس هاني ابو ريده مثلا؟ يعني قلت له وجهه نظركم، عقبتوا على اي تعليق بسبب طبعا عدم الرد على البيانات اللي بعتها نادي الزمالك لاتحاد الكره؟ يعني في يوم الأحد كمان هيبقى فيه اتصال، لان هنبعت الفيديوهات وهنبعت التقرير اللي كتب في المستشفى عن حاله اللاعب، والفيديوهات من جميع الاتجاهات والبطء. ودي بتدي، لو شفت الفيديوهات ما اعرفش عندك امكانيه ان انت تعرضها ولا لا، تشوف الفار فين فعلا، زي ما الناس تطول مدرجات الفار فين. حالتين في الجونين اللي دخلوا فينا، الحكم فضل منتظر رأي الفار في حالتين صعبين جدا، كل الناس اجمعت عليها، لم يلجأ للفار، علامة استفهام. اداء الماتش بتاع الماتشين الاخرانيين اخر ربع ساعه بتاع امين عمر والحكم طارق عصبيه وضد قرارات الزمالك كلها كامله. في اخر، لو اتفرجت على الماتش اخر ربع ساعه وثلث ساعه بالذات، قرارات كلها عكسيه وعكس ما اداش حمايه جامده جدا للعيبه الزمالك من ناحيه الوقت. كان زيزو كان ليه ضربه قويه جدا، وكان في ضرب لمحمد شحاته، ومع ذلك اتحكمت حاجات عكسيه. فالتجربه النهارده انا مش عارف على اساس لسه بيبتدوا، احنا بنشتكي من الحكام واتحاد الكوره بيعلن عن ذات البدلات للحكام يعني. طيب كابتن احمد، كابتن احمد، بمناسبه حضرتك اتكلمت على زيزو النهارده 28 ولسه قايل في الانترو. في التحكيم النهارده ايه؟ في مجهود ادارات، خلينا بس في التحكيم. في مجهود ادارات وفي مجهود لاعبين واجهزه ومسابقه صعبه للدوري الجديد. احنا رضخنا للدوري الجديد بشكل جديد تاني، بنلتزم دايما مع اتحاد الكوره والرابطه ولجنه الحكام. لكن المنظر النهارده ان هم ولا طالعين بيان يردوا ولا يوضحوا للناس، دي بدايه مش موفقه. ويمكن حصل تواصل من امبارح ببعض الانديه، الناس كلها في السياق جدا. انا كلمت ناس مسؤوله في انديه كبيره، رؤساء انديه والناس مسؤوله في السياق جامد جدا من التحكيم السنه دي. والموضوع ده رغم ان احنا جبنا تجربتين قبل كده حكام اجانب، لكن برضو الماتشات ما ادوش بالمستوى العالي يعني. هل لازم التحضير من قبليها؟ هل نبدا نجيب زي احدى الدول العربيه نجيب 5 6 حكام اجانب يكونوا موجودين في الدوري المصري بيحكموا بصفه منتظمه؟ الامور علامه الاستفهام على الفار. هل الفار فعلا بايظ او حاجه؟ هل هو بطيء او في مشكله في يعني الفلوس موجوده في الاتحاد، ليه التحديث والتطوير ده مبقاش موجود؟ ليه حكام الفار النهارده النهارده كان زمان الخطأ بيحدث وخلاص وبيمشي بسرعته. ده احنا الحمد لله في تقنيه جديده، تقنيه الفار، ويقعد يجيب براحته ويشوف براحته لغايه ما يدي القرار في الاخر. فالموضوع كلها القرارات الفرديه اللي حصلت مع نادي الزمالك او النادي المصري او مع اي نادي تاني اثرت عليه، اثرت علينا بالسلبي. تمام. وفي قرارات اخطات تمام. اثرت بايجابي على انديه تانيه. تمام.
يعني عايزين النفسيات بكون الناس وبعضيها، اللي يكسب بمجهوده بعرقه، في تقصير اداري او فني دي حاجه ثانيه بقى خلاص. تمام. لكن موضوع التحكيم موضوع مهم جدا. يعني عايزين المستقبل تعمل المستقبل ليها دور، يبقى في احترام للانديه، لاحترام مشاعر الجماهير. يا باشا النهارده السوشيال ميديا ده بيهاجم عشان الحكم ده بيروح ناحيته والحكم ده بيروح ناحيته. لا الامور غير كده خالص يعني. طيب الكلام على زيزو، قعد مع مجلس إدارة نادي الزمالك، والده قعد مع مجلس إدارة نادي الزمالك النهارده. خلاص النهارده الجمعة، يوم الأربع يوم 1 يناير يحق لزيزو التوقيع لأي نادي. ملف شائك وكان الله في العون. والله كل دي اشاعات يا استاذ مجيب، وانا مش عارف الاشاعات. في 50 لعيب في الدوري المصري لو عملت الاحصائيه تنتهي عقودهم هذا الموسم. القصه كلها طبعا عشان زيزو امكانياته لعيب كبير، كله مركز مع زيزو. لازم الناس تفهم النهارده ان في ثقه في الاداره الموجوده الحاليه. احنا بنحاول نحل كل الحاجات المشاكل المتعلقه باللعيبه الموجود، تجديد عقدها، بالحاجات الفريق مستحقاته، البرامج، الحاجات اللي كتبها مستر جروس. الجمهور مقدر غضب، يعني مجلس الإدارة مقدر غضب الجمهور جدا جدا يعني. بس الوضع المالي فيه بعض الغرامات والعقوبات وصلت ل7 مليون دولار. دي برضه حاجات لازم الناس مش عارفاها، وغير دلوقتي برضه في بعض الحاجات في المحاكم. فإن شاء الله في انفراجة قريب بإذن الله. قدامنا شهر ونص، شهر وحوالي 8 أيام على قفل باب القيد، على تجديد اللعيبة، على الحاجات دي كلها. فالحمد لله الثقة في مجلس الإدارة موجودة، اطمئنوا إن شاء الله جاي أفضل. بس محتاجين دعم لمجلس الإدارة، محتاجين دايما يبقى في سبورت للفريق. الماتشات كلها 4 أيام، فالإشاعات دي كلها أنا مش هبص لها. زيزو لعيب محب نادي الزمالك، المحادثات اللي دارت كتير جدا. زيزو نسبته راحة ليه؟ تواجده في نادي الزمالك وحابب يكون في النادي. اللعيبة كلها اللي عايزة تجدد عقودها كلها حابة تكون موجودة في النادي، وده هتسعى الإدارة الفترة الجاية إن شاء الله. ده حاجة جميلة جدا، لأن في وسط هذه الأحداث وفي وسط هذه الأملاك لسه راجل كتر خيره، فعلا جه في وقت قصير جدا ونجح مجلس الاداره ان هو يجيبه. محتاج وقت، والحمد لله راجل. انا شايف دلوقتي الامور في التدريبات ما خدش راحه للفريق من يوم ما جه، فبيلم دلوقتي بالفرق بطريقه كويسه جدا. القصه كلها بس الناس محتاجه صبر شويه. ان شاء الله هنطمن الناس بمستوى مرتفع زي ما احنا تعودنا الفتره اللي فاتت في يناير السابق وفي شهر 8 اللي فات. الحمد لله اللعيبه اللي بتيجي او اللعيبه الموجوده بتأدي. ولسه الحمد لله الزمالك النهارده على كل الحاجات اللي بيعتلي مجموعته في دوري الابطال، في ابطال افريقيا، في بطوله افريقيا الكونفدراليه، وبيمتلك برضو الاول ان شاء الله الحمد لله في الدوري ان شاء الله. وباذن الله ده طموحنا وطموح جماهيرنا وطموح اللاعبين. طب الحاجة المقلقة وبيمر بيها أي مجلس إدارة، والحاجة الصعبة جدا واللي تؤرق أي مجلس إدارة، هو عدم توفر السيولة المالية. ماذا يفعل نادي الزمالك في هذا الملف؟ اللي عايز أقول لك إحنا مجلس الإدارة سدد 1.4 مليار. مليار؟ خلال سنة 1 مليار. دكتور حسام قال الكلام ده في أمين السنة. 1.4 مليار؟ والدخل ما عداش إلا 40-50%. فلازم الناس تفهم إن إحنا عندنا حلول، بس في حلول بتاخد وقت شوية، في حلول بتاخد وقت سريع. كل ده شغالين في كل الاتجاهات إن كل مشاكل نادي الزمالك إن شاء الله المالية تتحل. عندنا مشروعات قصيرة الأجل حل دلوقتي، وعندنا مشاكل طويلة الأجل زي موضوع نادي 6 أكتوبر. هيكون إنتاجه على طول على مدار سنين طويلة جدا يعني. عندنا أرض مميزة جدا في مكان مميز جدا، 129 فدان، وده رقم كبير. يتعمل الترخيص والإجراءات بحيث إن النادي يكون فيه موارد مالية من هذا المكان. أنت تعبان يا كابتن أحمد؟ حاسس إن أنت
تعبان شويه كده، حاسس ان انت تعبان شويه؟ لا لا والله، بس انا لسه واخد انت عارف بقى عشان العمليه بتاعتي، فباخد ادويه بالليل شويه بتهمني يعني. الف سلامه عليك. الله يسلمك. طيب انت متابعني؟ لا انا حاسس بيك، انا حاسس بيك والله. لا 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 انا حاسس بيك، مش قادر تتكلم. الف سلامه. لا 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 لا، زي الفل الحمد لله، مفيش مشاكل يعني. طيب اللي عايز رساله بس النهارده توصل، نطمن الناس كلها، وان شاء الله كل الامور تحت السيطره، هي مساله وقت. طب هتقعدوا مع زيزو امتى الجلسه بقى اللي هي مستنيها جماهير نادي الزمالك، او مستنياها جماهير نادي الزمالك، جلسه التوقيع او يعني الوصول لحل؟ يعني انا اطمنك بس ان الرتوش والشكل العام بنسبه 88%، ناقص بس على التنفيذ، هي مساله وقت. مساله تجهيز بعض الحاجات الخاصه بينا ومع النادي، وفي